السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا انا النهارده ان شاء الله باذن الله اعمل لكم كبده اسكندراني. الكبده انا اشتريتها من عند الراجل متقطعه جاهزه اهي. بصوا يعني الراجل مقطعها لي ازاي. الكبده ما تغسلوهاش، بس ايه، تكونوا مسخنين النار اول تروحوا حاطين عليها تاخد صدمه على طول. حطيت ايه بقى مع الكبده؟ هحطه هعمله ان شاء الله. عندي بصلايه كبيره، عندي توم، عندي ليمون، عندي فلفل حراق. هحط خل، هحط ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، وهحط سنه قرفه صغننه عشان يعني ايه، تدي طعم حلو وريحه. وهرجع لكم تاني. حطينا خلاص، السمنه اتقدحت اهي في الحله، وهنحط البصل وهنقلبه لغايه ما يحمر وارجع لكم تاني. على ما البصله لما بتتحمر انا حطيت هنا ليمون وخل، وهحط توم اهو. انا عملت راس تومه، وهحط عليه فلفل، وهحط بقى ايه، كمون. هروح اجيب الكمون وكزبره، كمون وكزبره وفلفل اسود هحطهم عليه، وسنه قرفه بسيطه، وهضربه في الكبه وهرجع لكم تاني. دلوقتي البصله احمرت اهي خلاص، هحط عليها الكبده بقى. ماشي، احنا دلوقتي خلاص حطينا الكبده اهي، وبنعملها بس ايه، تاخد صدمه، وهنحمرها تحميره بسيطه كده سريعه، وبعد كده هنجيب الخلطه اللي احنا عملناها في الكبه وهنحطها عليها. دلوقتي بصوا انا فرمت الخلطه على بعضيها. الخلطه عباره عن ايه، توم وفلفل اخضر وكمون وكزبره وفلفل اسود وليمون وخل وسنه قرفه وشويه ملح. وبعد كده هحط الخلطه دي هدخل احطها على الكبده وهقلبها تقليبه وارجع لكم تاني. بصوا بقى انا طلعت الكبده اهي خلاص اتعملت واستوت. بسم الله ما شاء الله، ريحتها تحفه جميله جدا. الخلطه اللي انا عملتها وحطيتها عليها في الاخر بعد ما شوحتها في البصل، الخلطه اديتها اللي هي بالفلفل والثوم والتوابل والخل والليمون والملح والكزبره والحاجات دي كلها، اديتها بصراحه ريحه جميله واديتها طعم جميل جدا. هي الكبده الراجل مقطعها لي شرايح طويله، وتتاكل بقى. ممكن بقى الكبده اللي طلعناها دي تتاكل جنبيها سلطه ومكرونه، او عايزين تعملوها سندوتشات، عيش بلدي، عيش فينو، عايزين تحطوا عليها طحينه، ماشي، اللي يعجبكم اللي انتوا عايزينه. ان شاء الله باذن الله نشوفكم في وصفات تانية جديده ان شاء الله. جربوا دي هتعجبكم، يعني دي ممكن تكون مختلفه شويه عن اللي هي الكبده الاسكندراني بالظبط، يعني دي ممكن تكون مختلفه شويه. جربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم، وان شاء الله باذن الله نشوفكم في وصفات تانية جديده. سلام.